سيداتي سادتي، مساء النور. عمر خليل، مدير تحرير جريدة دسور، مباشرة من مدرسة الشفاعة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجدة، والموضوع الخلية التحسيسية التابعة لأمن ولاية جدة. ومعنا الشرطية السيدة نجاة أسعيد، عضو الخلية، في تصريح في الموضوع. تفضلي أستاذة. كنشكركم وكنشكروا جريدة الجسور على هذه الالتفاته. وبالنسبه للحملات التحسيسيه اللي كنديروهم في جميع المدارس ديال مدينه وجده، اما العموميه ولا الخصوصيه، من خلال هذه الحملات التحسيسيه كنطرقوا لجميع بزاف ديال المواضيع اللي كتهم السلامه الطرقيه، التحرش الجنسي، المخدرات، آفة حوادث السير، مخاطر الانترنت، شغب الملاعب، وبزاف ديال المواضيع اللي من خلالها كنحسوا التلاميذ باهميه سواء في السلامه الطرقيه، الاهميه ديال الطريق والسلامه ديالهم على الطريق. وبالنسبه لمواضيع اخرى كالمخدرات، لان المخدرات راه آفة صعيبه في هذا الوقت ديالنا، وآفة حوادث السير كذلك، وكنحسوهم من خلالها بالمخاطر ديالها، وكنعطيوهم بعض النصائح والاحتياطات اللي خاصهم ياخذوها باش يكونوا بعيدين كل البعد على هاد المشاكل وهاد الصراعات اللي كنطيحوا فيها في أستاذة، التقييم ديالكم الحصيلة ولا ما مدى التجاوب ديال الفئات المستهدفة؟ الحمد لله. احنا كما يعني قلنا بان هذا التقييم ديالنا بالنسبه لهذه الفئه صراحه ولينا كنلقاو تجاوب مع مرور السنين. يعني هذه 4 سنين ولا ملي بدات هذه الحملات التحسيسيه، مع مرور هذه السنين ولينا كنلقاو تجاوب كبير بزاف. كنمشيو للمدارس من كنديروا معاهم الدرس ولا كنلقاو بان دوك التلاميذ كيتجاوبوا معنا، كيكونوا طرح ديال الاسئله وكينتبهوا، يعني بحال اللي حتى لاتونسيون ديالهم كتكون معنا، ما بقاش داكشي اللي كان النهار الاول بحال مثلا كيشوفوا البوليس انهم جاو عندهم، ولا شي مرات كاين اللي كيكونوا يعني غير بيناتهم يعني غير مبالين بهاد المواضيع. ولكن دابا لا، ولينا كنلقاو واحد التجاوب كبير، زعما صراحه ولا تجاوب كبير بالنسبه للتلاميذ معنا في هذه الحملات التحسيسيه، ولات كتعطي الاكل ديالها. اذا قلنا غير واحد الاحصاء ديال شارع محمد الخامس، ولا 90% ديال الناس اللي كيقطعوا ممرات الراجلين، وهذه يعني هذا الشيء اللي ما كناش كنشوفوا هذه شحال. يعني دابا الحمد لله ولات كتعطي هذه الحملات التحسيسيه، ولات كتعطي الاكل ديالها. سيداتي سادتي، كنا مع السيدة نجاة سعيد، عضو خلية التحسيسية في أمن ولاية جدة. شكرا لكم، دارت لكم مسرات. دمتم في رعاية الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.